كنا عاملين المندي بسلطة الدقوس وكمان التتبيلة الفراخ اللي كانت تحفة. فحبيت ان انا انزل لكم الفيديو بتاع الارز لوحده علشان خاطر تشوفوا جماله وتشوفوا بيتعمل ازاي، علشان لو حبيتوا تعملوه مع اي مشويات تانية، يعني مش لازم نعمله مع فراخ، ممكن تعمليه بوصفات تانية كتير. اول حاجة حطينا في طاسة كده من غير اي مادة دهنية، حطينا من كل حاجة حاجات بسيطة جدا، ورق لورا، فلفل اسمر، وكمان قرنفل وقرفة، ولو عندك كمان لومي اللي هو الليمون المجفف. تمام. بعد كده جبنا صينيه بقى اي نوع صينيه. تمام. هنحط دلوقتي كوبايتين ورز من الرز البسمتي بعد ما غسلته كويس ونقعته لمده ساعه الا ربع. حطيت دلوقتي كمان 4 معالق من الزيت، معلقه صغيره مليانه من الملح. هي دي التتبيله، مفيش اي حاجه تانية. الرز البسمتي ده ممكن تجيبي اي نوع من الرز وتغسليه، مش لازم بسمتي، بس بصراحه يفضل لو بسمتي. بعد كده علشان انا نقعت الرز، يبقى بحط على طول كوبايتين ونص بس من الميه. ولكن لو مش هتنقعي الرز تغسليه بس، هتحطي على قد الرز، على قد تضاعفي المقدار بتاع الميه. وطبعا لو هنشوف الفيديو التاني الاساسي، احنا حطينا بقى تتبيله فراخ تحفه، وسيبنا الفراخ من بالليل للصبح، وكمان فيها كل التفاصيل اللي احنا عملناه في الفراخ، وكمان سلطه الدقوس اللي كانت جميله. طبعا لو هتعملي الارز بس من غير اي حاجه تانية معاه، وتاكلي جنبه بقى خضار سوتيه او تاكلي جنبه اي حاجه، هيبقى كده، وتغطيه بورق فويل وتحطيه في الفرن وخلاص. ممكن تحطي اي نوع بهارات بس علشان خاطر تديله النكهه، لكن احنا ما حطينالهوش اي بهارات، علشان كل التوابل اللي احنا حطيناها وتبلنا بيها الفراخ هتنزل جواها وهي هتبهرها لوحدها. تمام. بس ممكن كمان زي ما قلت ممكن تعمليها بلحمه مشويه، هتدي برضو طعم حلو جدا. بعد ما خلصت لقيت ان الفراخ والرز استووا مع بعض، ما خدوش وقت خالص، وفي نفس الوقت يعني التتبيله كلها بتاعت الفراخ والميه بتاعت الفراخ نزلت في الرز، خليته بصراحه حلو جدا. حتى الفراخ بصوا استوت خالص، مجرد بس حطيتها في الفرن تحت الشوايه تدي لون مش اكتر. الرز بصراحة كان طعمه حلو جدا. وهنشوف دلوقتي انا كنت كمان حاطة جواه الكبدة والأنثى بتاعة الفراخ، ودي طبعا بتكون حاجة اختيارية. اللون بتاع الفراخ لما نزل في الرز عطى زي ما احنا شايفين كده رزاية فاتحة على رزاية، لونها كده اورانج او محمرة شوية. بصراحة اللون والطعم كان تحفة. ولكن لو انت هتحطي الرز من غير ما تحطي عليه اي فراخ او اي حاجات من فوق، هتحطي بس شوية من المية الزعفران. تمام. وهتحطيها من فوق، هتديكي برضو نفس النتيجة في اللون مش الطعم طبعا. اخر حاجة حطيناها دلوقتي الفحمة، دي برضو عطت لنا طعم حلو جدا. الرز المدخن بصراحة كان تحفة. وبكده خلاص خلصت وصفتنا، ويا رب تكون عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في اكلة بمزاج مع توتة. بس يا ريت ما ننساش نشترك في القناة، ولو عايزين تشوفوا الفيديو الاساس بتاع المندي هتلاقوا الفيديو موجود في الوصف.